هذا الميساج موجه لناصر بوريطه وزير الخارجيه. واحد الطالب مغربي راه مليوح بين الحياه والموت في سبيطار في الصين والحدود الساعه السفاره. الحاجه اللي درتها هي اعلان يتيم بان هذا الشاب خاصو التبرع بالدم، وفعلا تم التبرع ليه. ايوا غنعاود لكم قصه الشاب المسكين، القصه اللي المتني وعاودها لي شاب فلسطيني. اكيد الا حطيت لكم الاوديوهات غتالمكم. شاب دار حادثه سير، ضرباتو سياره، تم ادخاله للمستشفى، ولانه كانت خاصه عمليه خطيره كان خاص حضور الاب ديالو باش يوقع على انه كيوافق على العمليه. الدري في البدايه كان مزيان، لكن بعد ايام وقع عليه تعفن، وملي وصل باه اكتشفوا ان الجامعه تنصلت من مهمتها في معالجه طالبها اللي دار حادثه سير، والمستشفى كيطالبهم 27 مليون باش يكمل علاجه، سيما انه ما كاينش اللي يهضر عليه على حقه. الاب ديالو اتصل بالسفير اللي كانت خلاصه الكلام معاه هي ما عندنا ما نديروا ليك، هذا الشيء ماشي ديالنا، شوفوا مع الجامعه ديالو. كيفاش ما عندكم ما ديروا ليه؟ الاب مسكين مريض بالقلب وكيقولوا لي انه في حاله نفسيه يرثى لها، والابن اللي ما دارش عمليه مستعجله غيموت. وكيقول لي الشاب الفلسطيني الا مات راه غتاخذوا جوج جثث، الاولى ديال الابن والثانيه ديال الاب اللي لقى راسو عاجز امام ولده اللي كيموت بعد ما تخلاو عليه. علاش؟ حقاش الدري حرق الفروج. واش حرق الفروج كيلغي الحق في الصحه والتطبيب؟ الا كانت الهيئه الدبلوماسيه ما عندهاش مهمه مساعده المغاربه في العالم، علاش عندنا الاف الموظفين؟ خليو غير السفير بوحدو ويبقى جالس مبرع في السكن الوظيفي. وزاره الخارجيه كدير خدمه زوينه في قضايا الوطن، ولكن واش المواطن ماشي جزء من اهتماماتها؟ ها الطالب الا مات بدون ما تقدم الخارجيه يد المساعده غتكون عيبه كبيره في حقكم. ان اخوتنا الفلسطينيين دايرين حمله كبيره عليه، وخوتو المغاربه في الدبلوماسيه هازين يمديهم وما مشاوش حتى طمنوا عليه وسولوا الجامعه. وهنا كنتوجه اخيرا للمحسنين، حقاش هما الباب اللي كندقوها ملي كتسد الابواب اللي خصها تكون مفتوحه في وجهنا. هذا الشاب الا ما دارش العمليه بشكل سريع غيموت. خاص الان تتخلص 27 مليون غير ديال الايام اللي دوزها وديال العمليه الاولى، ومازال خاص فلوس اكثر باش يديروا له عمليات اخرى.